ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه فراخ بالبطاطس. بس حاجه سهله كده وحلوه وطعمها مميز جدا، غير اي صينيه فراخ عملناها قبل كده. طبعا اي صينيه فراخ بتبقى حلوه، بس حلو برضو ان احنا نعمل تركايه جديده فيها. عندي هنا معلقه هريسه شطه، وعندي كزبره، نص كزبره، ربع كمون، معلقه بابريكا، نص معلقه توم باودر وبصل باودر، ومعلقه كبيره بهارات فراخ، وملح وفلفل اسود. طبعا فلفل اسود نص معلقه. نحط معلقه ملح. انا مستخدمه دبابيس وراك فراخ، الورك بالدبوس. انت استخدمي فرخه كامله او استخدمي زي ما انت عايزه. حاطه هنا معلقه هريسه صلصه وعليهم 5 معالق صلصه. اوكي. وهنا هضيف نص ليمونه. هقولك على حاجه، التتبيله دي بتبقى حلوه قوي قوي مع الوراك. يعني اللي مش بيحب الوراك بيحس فيها زفارة او ريحة او اي حاجة، يستخدم التتبيلة دي، بتضيع اي ريحة للوراك. طبعا احنا بننضف الوراك كويس، بس هي ربما برضو اي حد بيحس باي حاجة في الورك. انا شلت البذر وضفت معلقة خل تفاح او خل ابيض عادي، زي ما انتي تحبي. الاتنين انا باللي موجود بستخدم، لو عندي خل ابيض بستخدم، لو عندي خل تفاح بستخدم. وضفت معلقتين كبار زيت. وهقلب التتبيله دي مع بعض كويس، بس هحط لها الاول البهارات. وهضيف الملح دايما بضيفه ورا الكاميرا، مبعرفش اضيف الملح انا وبصور، لاني بحتاج امسكه بايديا الاتنين كده يعني. بس كده. ودلوقتي اقلب الخليط ده كويس قوي مع بعض. كده الخليط بتاعي جاهز. ودي الدبابيس انا فتحتها زي ما انتوا شايفين كده، شلت منها الجلد لان حسيتها دهنية شوية، وانا مبحبش اي حاجة مدهننة. بس لو انتوا عادي حابين تسيبوها بالجلد اوكي، حابين تشيلوا الجلد عادي، مفيش مشكلة خالص. هنا عندي صينية هضيف فيها دول 3 بطاطسايات شرايح مدورة. قطعوا البطاطس زي ما انتوا عايزين، والبصل زي ما انتوا عايزين عادي. انا ضايفه بطاطس وبصل بس، طلع طعمها هايل. طبعا دي في الخضار اللي انتي بتحبيه، دي في جزر، دي في كوسه، دي في اي خضار انتي بتحبيه عشان تعلي القيمه الغذائيه زي ما انتي حابه. بس انا بالنسبه لي كده حلو قوي. انا اوقات بعمل كده واوقات بعمل كده. حبيت المره دي ان انا اعمله بطاطس وبصل بس، وبصراحه الطعم طلع حكايه. وهقلبهم كده مع بعض تقليبه حلوه. اديت لهم ملح وفلفل اسود مع بعض. اقلبهم كويس وارصهم كده رصه حلوه في الصينيه. وبعدين اجيب الوراك بتاعتي او الفرخة، اي حاجة انتوا حابين تستخدموها، او صدور مثلا عادي، وهرصهم فوق البطاطس. في حاجة مهمة عايزة اقولها لكم، انتوا المفروض يعني بعد ما نرص الوراك بتاعتنا نضيف شوية مية. اوكي. عشان خاطر نسوي البطاطس مع الفراخ. يعني لو مستخدمة فرخة كاملة ممكن ما تحتاجيش مية كتير، ممكن ربع كوباية بس. لكن انا احتاجت بصراحة فضفت. بعدين في نص السوا طلعتها وضفت. هتشوفوها الخطوة دي في الفيديو، انا مصوراها برضو. هنا سلقت الدبابيس. وهنزل يا جماعة بكل التتبيلة، يعني التتبيلة القمر دي مش هسيب منها حاجة، هنزل بيها على البطاطس وعلى الفراخ وعلى كل حاجة. لو حابين تحطوا المية على التتبيلة وتنزلوا بيها على البطاطس قشطة، شغال على فكرة. بس كده. وأهم حاجة بقى ندخلها على فرن سخن. انا بدخلها على درجة 180 درجة، وبكون مسخنة الفرن قبل كده. هنا بقى لما طلعتها بوريكم ان انا ضفت لها شوية مية عشان تكمل سواها، عشان البطاطس بتاعتي تستوي وكده. دي كانت في نص السوا يا جماعة، يعني بعد ما دخلتها بنص ساعة بساعة كده طلعتها وضفت شوية مية. وهنا بقى بعد ما استوت خالص، انا بحب اوي الصوص ده، مبحبش انشف صينية البطاطس على الاخر. وده شكل الفراخ كان قمر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. كنت بحاول افتحها لكم بس كانت سخنة شوية على ايدي. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم. نتقابل فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.